بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما راك تشوف في هذه الفيلا إخواني الكرام، فيلا تصميم عصري ما شاء الله. عندك هنا الصالون بأثاث متناسق، عندك هنا صالونجي بينها وبين الصالون كاين سيباراسيون مودرن. عندك هنا كويزين مودرن مفتوحة على الصالونجي، مفتوحة على شغل دار لها فوناتر ستيل فوناتر. كما راك تشوف فيها كوزينة متناسقة. عندنا هنا الكوتي هذا خاص بلي شامبر. عندك هنا كولوار، كيف كاين كولوار اخر لهنا يدخلنا للشمبرة هذه. الشمبرة هذه تقدر تستعملها للاولاد او البنات. فيها سريرين كما راك تشوف فيها متناسقين بليكولير. كما راك تشوف فيها التصميم يعني ما شاء الله، اثاث متناسق ربي يبارك. يعني كلش متناسق. هنا باه تخدمها بالطريقة هذه لازم تخدم ديكور انتريير، لازم تخدم أول حاجة تخدم المخططات، تخدم الديكور انتريير، تخدم الطروادي الخارجي، تخير مقاول يكون يعرف الإنجاز بطريقة احترافية، مش مقاول الهم نتاعو الدراهم برك وبعد ما يفيني لكش. شوف الأرضية كيفاش متناسق، شوف كيفاش فينيسيون من جميع ما. الاثاث الثاني لازم تغير اثاث على حسب واش خدمت انت في الديكور انتريير، واش خدم لك سواء المصمم الديكور الداخلي او الارشيتكت اللي خدم لك في الديكور انتريير. بالطريقه هذه ما يخدمها لكش الماس ولا المقاول بالطريقه هذه وينسق لك ما بين الالوان بالطريقه هذه، مستحيل. الا اذا خدمت المخططات، خدمت الديكور انتريير باه تخرجك بالطريقه هذه. وطبعا اذا كانت عندك الميزانيه باه تخدم بالطريقه هذه. المشكل انه كثير من الناس عندهم ميزانيه بصح ما يخدموش بالستيل هذا وما يخدموش بالفينيسيون هذه. تلقاه يجيب ماص ولا يجيب ارشيتكت، المهم يخدم خدمه تلقاه هي مش متناسقه. اذا تحبوا نصمموا لكم تواصلوا معنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.